اهلا بيكم من جديد في الحلقه السابعه كده الجديده. لو ما اتفرجتش اصلا على المقاطع اللي فاتت انا مجمعهم لكم على فكره في مقطع واحد بس، هتلاقيه في اول كومنت وفي الوصف، او خش على القناه هتلاقيه. وانتهينا كده بان التلاته اجتمعوا ان هم هيشتغلوا مع بعض اساسا، ونوشي هتديهم المحلات بتاعت عيلتهم وهيشتغلوا فيها وتوفر لهم مكان فاضي. وبعدها بنشوف ان يو كده نايم واخته بتقول له يا غبي اصحى بقى اصحى بقى وراك مدرسه، وبان عليها ان هي شخصيه ما نمتش اساسا، والجو كده بيبقى حر قوي، وبنعرف ان الصيف دخل وبيطلعوا كده اللبس الصيفي كلهم وبيلبسوه زي ما هو دخل عندنا قلب اخوك. اخيرا بقى يا جدع، ويروحوا كده المدرسه والنوس بتحاول تغري الواد، بس نسيت ان هي فلات اساسا ما عندهاش اي حاجه خالص. وبيقول لها كده انت فاكره الاستيكر صحيح اللي انا بعتهولك اللي هو الكلب ده؟ بتقول له اه انت بتطلع في الكلام يعني مش عاجبك جسمي او حاجه، انت اكيد عمال تبص يعني. فبقول لها لا انت فهمتني غلط، ده انا كنت بقولك انت شبهه، انت شبه الكلب ده، وكمان ايه عندك يعني سوء تغذيه زيك زيه بالظبط. وبيقعدوا كده بيقول لها وريني بقى المره دي هتفرجي الفصل عليا ازاي، يلا وريني انهي كدبه هتقوليها وتطلعي عليا. وبتقول له مالك يا ابني مالك في شيء؟ ما هو كل واحد هنا اساسا عنده حاجه بيخبيها، واللي بيحب يفضح نفسه واللي بيعمل حاجات كتير. انا مثلا بحب عيونك، وبتعلي صوتها قوي وهو بيفهم ان هي بتحاول تستفزه عشان يزعق لها، ويبان كالعاده ان هما بيتخانقوا وان هو اللي وحش. وبقولها كده بطريقه حلوه اعملي اللي انت عايزاه يا روح قلبي، تحبي مثلا تخرجي معاها؟ وبتقول له ماشي، بتقرب منه كده وهو احنا في الفصل الله يخرب بيتك يا بنت الغربيه، بس هي بتضحك عليه بتضربه كالعاده، فهو بيرد الضرب يا بنت الجزمه بالراحه، وبتصوت كده من الضربه، والفصل كله بيتفرج عليهم كالعاده، وتقول انت فاشل في التمثيل قوي وكان باين انك بتكذب يا كداب. وبيروحوا كده يجيبوا العصير بتاع اللبن ده اللي هم بيشربوه دايما، وبتخش كده عليهم انوش ونور كده بتقول لها الله يخرب بيتك انا هنفسك ازاي، في ايه ده؟ في حاجات مش عندي يا شيخ، ليه يا رب خلقتني من غير حاجه خالص؟ وبيقول له انوش كده اللبس الصيفي عليكي تحفه تحفه، وبينسى اصلا ان نص جنبه يا نهار اسود الله يخرب بيتك ده هتولع فيك وفي اهلك اساسا. فبيحاول يغير الموضوع كده بسرعه وبيقول لها انت بقول لك ايه، انت شفت اللي انا كنت بعتهولك كمان على الواتس، وكنا عايزين نشوف هنشتغل ازاي عشان الصيف دخل وكده. والبت النص تقريبا جالها شلل رعاش مش عارف، بس في حاجه غلط فيها يعني ويا نهار اسود ده هتطلع عين اهله. ده لا اساسا ان هي شبه الكلب اول ما شاف اللبس الصيفي عليها. والتانية بيقول لها انت زي القمر. وعلى فكرة يا جماعة في انميين كوميديين اصلا هينزلوا كمان يومين بالظبط، وفي واحد فيهم كامل اول مرة ينزل وهيبقى كامل من اول حلقة لاخر حلقة، والعلم هو كوميدي اكتر من الانمي ده. المهم بتحاول تبارك كالعادة علشان تنسي كده الموضوع ما يبانش قوي ان هي متأثرة، وبنعرف كده ان جدول الاعمال بتاعهم اصلا هيتوقف لان الصيف دخل والازهار بدأت تدبل وتموت اساسا ولونها هيتغير. ونوشي كده لازم تصور الاعلانات بسرعة، والناس بتقول لها تصوري بس مش عارفة تقريبا تبارد جايبة اخرها يا عيني. انا حاسس ان حركة ايديها دي بتقول له ان انا هتعمل حاجة فيه. وبيخش كده عليهم بنتين اللي هو ماو كده وأوز، ونوز كده بتسلم عليهم بس بيطنشوها كأنها مش موجودة أساسا. وبيخشوا كده على الولا يو بيقولوا له يو أنت عملت لنا صحيح الإكسسوارات اللي إحنا طلبناها منك قبل كده وأنت وعدتنا إن أنت هتعملهم؟ وهو بيقول لهم أنا طلبتوا مني وأنا وعدتكم بحاجة؟ فبيروح كده للنادي بيطلع لهم قلادات قديمة وكلها اسطمبات، وبيقول لهم اختاروا اللي تعجبكم، معاكم كرتونتين هنا أهو. وهنا بيقولوا له لا إحنا عايزين حاجة مميزة لينا إحنا، زي مثلا اللي على رقبة البت النوز هناك دي. والنوز هنا بتقول لهم لا ما هو المشكله كده ان القطعه دي غاليه قوي عليكم يا جماعه، وانتم مش لاقيين تاكلوا الصراحه يعني، مش عايز اصدمكم بس يو كمان ما بيعملش الحاجات دي لاي حد، فسوري يلا هش. ففي واحده كده منهم بتقول لهم انا عايزه قطعتين، واحده ليا واحده للولد اللي انا مرتبطه بيه علشان يحبني اكتر. فهنا النوز بتعرف ان خلاص هي مش عايزه يو، ده هي مرتبطه اساسا، فتضحك كده وتقول لهم لا قشطه طالما هتدفعوا يلا يا جماعه يلا قشطه عادي هنصنعها. وبعدها كده بيقعدوا يتفقوا كده على انهي زهره يعملوها، فاتفقوا كده على زهره اسمها القرانيا علشان يعملوها كده للاتنين. وايه ده ثانيه واحده بس، ازاي البت دي حبت الواد ده؟ انا مش عنصري يا جماعه والله، انا شكلي اصلا مش حلو، بس يعني ازاي يا جدع؟ فهنا بيتوقفوا كده على حته السعر، هيخلوا السعر غالي زي ما هم بينشروا في الموقع الاونلاين وكده وللناس، ولا هيرخصوا السعر لان دي مدرسه ودول اصلا طلاب ثانويه واعداديه، فازاي هيجيبوا الفلوس؟ فلازم يقللوا السعر. بس النوز هنا بترفض وتقول له لا 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 انت كده هتتشهر اكتر في المدارس وده مستحيل يحصل على جثتي. والنوز هنا بتخش مره واحده في الموضوع، انا في الموضوع هتكلم دلوقتي، ده مستحيل يحصل لان انا كفايه عليا الحيوانه الجربوعه اللي جنبك دي، انت مش هتتشهر اكتر وانا هقعد انافس في ناس اكتر. فهنا بيقول لها طب ما تنسيش ان الحيوانه الجربوعه جنبي، فبتعتذر له. بس النوز هنا بتقول لها عادي احسن من البقره اللي عايزه تتحلب اللي مش فاهمينها دي جايبه ده كله منين. فكانوا هيشدوا في بعض كده، فانا بيقول لهم يا جماعه لا اهدوا كده بطلوا خناق، فالاتنين اتعادلوا ولا كانهم اصلا كانوا بيتخانقوا، لا عادي
عادي خالص. بعد كده بيوريهم القطعة الأساسية اللي هي بالأزهار دي اللي هياخد بعدها مقاساتهم ويديها لهم، وياخد كده مقاساتهم. وإيه ده ثانية واحدة، مش ده الراجل مش المفروض ياخد مقاسات الست ولا إيه؟ ما علينا. وطبعا هم اللي بياخدوا مقاسات البت وكان هيخنقوها أساسا. بعد كده بيقعد في البيت أصلا يقعد يعمل لهم القلادات، وبعديها كده بيديها لهم وبيفرحوا بيها جدا. بعديها بنعرف إن هو اتشهر أصلا، وبتخش له واحدة كده زي القمر حرفيا. إيه العين دي يا بنت، الله يخرب بيتك، عينيكي زي القمر. وبتطلب كده قلاده خاصة برضه. بعدها كده بيقعدوا كده ياكلوا في المطعم، وبنعرف كده ان هو اتشهر. حتى اصحاب النوشي بيطلبوا منها القلادات اللي هم اصلا بيشوفوها في الاستوريهات اللي هي بتنزلها، وبيخلص كده القلاده ويديها لها كده. بس بنكتشف كده بمره واحده يعني الولد هيقع في حب اخيرا زي ما الاشاعات بتقول، وبتصدموا اشاعات ايه. وبيخش كده بنات كتير كده من المدرسه وبيقولوا لهم هي القلاده دي بتاعت يو فعلا بتخلي اللي انا معجبه بيه يحبني. ويسيبوهم كده ويقعدوا في الحوش. وبنعرف كده ان كل ده اساسا بسبب البنتين اللي عملوا لهم اعلان مجاني بالعافيه في المدرسه. فبتزدهر حرفيا صناعه المجوهرات بالنسبه له اساسا والاكسسوارات في المدرسه، وبيتشهر جدا. بس في مشكلة هنا إن المعظم اللي في المدرسة بيطلبوا حاجات خاصة، ما بيطلبوش الإكسسوارات الطبيعية اللي موجودة أساسًا. فهنا بتاخد مجهود منه كتير جدًا، ومحتاج يقعد مخصوص عشان يعمل كل واحدة بنفسه، على عكس القوالب اللي ممكن يعمل 100 واحدة بينهم في اليوم الواحد. فبيقعدوا كده في المكان اللي أصلًا إنوشي جهزته لهم بسبب عيلتها وقوة عيلتها أساسًا. بيقول لها كده أنا شغال بقى لي فترة كبيرة جدًا، وأصلًا محتاج أساسًا شغل كتير لسه، فأنا على الأغلب هاتغيب عن المدرسة ومش هاعرف آجي. فبتقول له لا لا تتغيب إيه، مش هنعيد اللي عملناه قبل كده تاني. وبتقول له خلاص تعالى تعالى رايح على حجري عادي. فهنا بيقول لها رايح فين ياما، لا 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 لا، ولسه هيرفض. فهنا بتقول له لا حبيبي رايح على حجر الصغير الظريف ده، اسمع مني. ايه هترفض العرض؟ ما انا مش زي البت ينوشي يابا، ما هي ملبن، اما انا مفيش، هي عندها دهون. فطبعا دي حركة من حركات الأنثى إن هي هتنكد عليك في كلا الحالتين، وافقت أو لأ أنت هيتنكد عليك يا صاحبي، الحالتين هتتنفخ. فلما بيقعد كده على حجرها فبتقول له أنت دلوقتي كان زمانك أساسا مش عارف تشوف وش إنوش، فبتبص لفوق كان زمانك بتتفرج على حاجات تانية. هي يا جماعة والله الأنثى لما تحب تنكد فبتقول له معلش مش عندي مطبات زي الأخت التانية، وعلى فكرة فيك بقى هي وايه رجلي مش عاجباك ولا حاجه رفيعه تحب اتخنها لك او حاجه حبيبي. فيلم يقول لها لا ده والله زي الفل، ده احسن من المرتبه السويسه اساسا اللي عندنا في البيت. فبتقول له انت ما بتعرفش تكذب قوي خالص يا اسطى، مالكش في الكذب. وبتقرصه كده فبيقول لها بس بقى بطلي لعب. فبتفضل تقرصه كده وبتقول له ايه. فبيقول لها فاكره صحيح لما انت طلبت مني اصلا الاكسسوار بتاع الحب بتاع النوشي وانا رفضت؟ فهنا بتكتب نفس ما جابت اخرها الصراحه. انت بتفكرني ليه؟ لا هو ايه حنيت مثلا ولا حاجه؟ ايه حبيتني مثلا؟ بقول لها اكيد لا يا بنتي، انت عبيطه ولا ايه؟ وانت بالنسبه لك انت ايه، حبيت انت ولا حاجه؟ فتقول له احب مين يا ابني، انت لو اخر واحد في الدنيا او في الكره الارضيه اساسا عمري ما هحبك او اتجوزك اساسا. بتفكرني والله يا جماعه بكلام البلوجر. وبعد شهر بالظبط الحمد لله التي تتم بنعمته الصالحات، كان بيفكر ان هو يعترف لها بحبه بس زعل قوي من كلامها فما قدرش يتكلم وراح في النوم. وهي بتتكسف اصلا ان هو نام على حجرها حرفيا، وبتفكر كده تعمل ايه معاه علشان بدأ يتشهر اصلا، وعلى الاغلب هيطير من ايديها الولا ومش هتعرف لا تتجوزه ولا تحب ولا تعرف تعمل اي حاجه. وعلى الاغلب حتى الصحوبيه اللي ما بينهم هتنتهي مع الوقت اساسا. فبتخنقه كده وبتفكر تقتله عشان تستريح من كتر التفكير، وان خلاص طالما هي ممكن ما تاخدوش يبقى مفيش اي حد في الكون ليه اي حق ان هو ياخده اساسا ويموت دلوقتي يا بنت المفتريه. فبتفكر كده ان هي ممكن تعترف له بالحب اساسا، بس بتفتكر كده الوعد اللي ما بينهم، وان هي اصلا خافت ان حاجه زي كده ممكن تبوظ علاقتهم وعلاقه الصداقه، وان هي اصلا تفقد الفرصه ان هي تعترف له بعد كده، لان هي مش زي انوشي لما هي اترفضت اصلا منه فبعد كده خلاص بدات تترفض كل مره، فخافت تبقى زيها بالظبط. وفي نفس الوقت هي ملهاش في الرومانسيه وما بتعرفش تبقى رومانسيه اساسا. وبيقعدوا كده اليوم اللي بعده يقسموا كده الشغل عليهم كالعاده، وبيخش كده شيما وبيقول له كده ايه ده بقيت زي بتلم البنات حواليك يا سهم. فانوس كده بتغيظه اكتر وبتمسك في دراع الولا ويقول له نوشي اوعي تعملي زيها، والله هقدم فيكم انتوا الاتنين محضر تحرش، كفايه عليها واحده فاتحه امي يعني مش هبوتنيه.
فشيما كده بيقول لنوش على فكرة لو عملتِ زيها كده واتحرشتِ بالواد اللي هناك ده ممكن يبقى عندِك فرصة كبيرة أوي إن أنتم تتجوزوا أو تحبوا بعض وإنِك تطيّري بنت الجزمة دي من حياته، وبتضمن الكلام ده وطبعًا شيما جاي في أي حاجة ممكن تضايق البت إينوس بأي طريقة ويو كده هارفع عليكم قضية على فكرة أنتم الاتنين يا جماعة، فشيما كده بيقول لها يا بت أنتِ ما تخافيش أنتِ هتتغلبي على البت إينوس دي قريب جدًا، فإينوس كده بتتدخل هي باعتك يعني فأنت بتحاول تضبط لها مع واحد، فإينوس هنا بتقول له هي راسك مش واجعاك أو أي حاجة؟ فبيقول لها وجعاني ليه؟ فبتقول له لأ في قرنين بس طالعين يعني إيه يا حبيبي أنت بتحاول تضبط لها واحد يعني طب ما هي تضبط لنفسها يا حبيبي، وياخد يو كده عشان ياكلوا شقة بنعرف كده اللي ساعدوا أصلًا في نشر المعلومات أساسًا عن يو عن الموقع والحوار ده هُم البنتين اللي هُم أساسًا عامل لهم القلادتين، وإن هُم أصلًا نواياهم حلوة 100% وإن مستحيل يضروه بس ممكن الحوار يقلب عكسي في الشهرة، فحاسب إن شهرتك دي تجيب آخرتك أساسًا، فيو كده بيقول له أنت بسؤال بس أنت بتحاول تساعد نوشي بأي طريقة كده ليه؟ فهنا بيقول له إن هو مديون ليها، ونشوف كده بعدها المدرس كده بياخد يو على غرفة وبيكلمه كده إن في بلاغ ضده أساسًا، وفي احتمال إن هو يتحول لقسم الشرطة أساسًا لو كبر، بإن هو أساسًا أجبر بنات كده على إن هم يشتروا إكسسوارات منه وكمان بسعر مرتفع وغالي وكمان مش موجود في اللوائح بتاعة المدرسة الأسعار دي، فهنا بيقول له ما حصلش، المدرس كده بيقول له أنت بتبيع طيب تبع اللوائح وأسعارك إيه بالضبط وبتعمل الحاجات دي فين أساسًا وفين التصاريح؟ فيو كده بيقول له لأ دي هي عائلتي أساسًا اللي بتدير كل الورق وأختي بالأخص هي اللي بتدير الأوراق القانونية لبيع الحاجات دي لأن أنا ما بافهمش في الحاجات دي. عمومًا هاناقش الموضوع ده مع الأساتذة بس حاول تلغي حوار الإكسسوارات دي وكده أنتم عندكم متاجر ما تشتغل فيها وتسيبك من الإكسسوارات دي، وبنعرف كده إن هي عملت كده عشان الولد اللي اديته أساسًا الإكسسوار ده رفض الإكسسوار وكمان ما حبهاش زي ما الإشاعات بتقول وبتلعن كده يو واللي جابه يو واللي كمان نشر الإشاعة والحاجات دي، وهنا يو بيشوفها وهي بتدوس على الإكسسوار بتاعه اللي هو قاعد يتعب فيه ودوس كده بتتخانق معاهم. بس بيسيبوها كده وبيمشوا ولا كأنها موجودة وأصلًا يو كده بيبقى قاعد زعلان جدًا على الحاجات اللي هو تعب فيها، وكمان في إشاعات جديدة بتقول إن هو بينصب على البنات وشكله بقى وِحِش في المدرسة وكمان ممكن يتحبس، وللأسف هنا يا جماعة بنكون انتهينا من الحلقة السابعة، أنا آسف والله أنا عارف إن الأنمي جاحد والله العظيم بس ما فيش وللعلم بس في أنميين أو 3 هينزلوا الأسبوع ده، وفي واحد فيهم أساسًا كوميدي بطريقة بحتة وأول مرة أنزله على القناة وهينزل الجيل الكامل، ويالّا سلام.